أهلا بيكم. معكم رانيا دهب، والنهاردة هنحضر مع بعض أوزي الشام أو البردة بلاو. يعتبر أوزي الشام الأكلة الرسمية في المناسبات والأعياد في بلاد الشام. هتشرفك جدا لو عملتيها قدام ضيوفك. تغيير عن الأكلات الرز البسمتي واللحمة اللي بنعملها على طول، وطعمها بجد يستحق التجربة. لحمة دايبة متسوية بطريقة معينة مع رز بسمتي نثري وخضار ومكسرات، طعمهم في منتهى الجمال. وهنحضر عجينة بمكونات بسيطة هتخلي الشكل والطعم خطير حرفيا. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بس من فضلكم تابعوني على صفحة الفيسبوك باسم رانيا دهب، واعملوا لي لايك للفيديو ده، واشتركوا في قناة اليوتيوب وصفة من دهب مع رانيا دهب، واضغطوا على علامة الجرس اللي تحت الفيديو على طول علشان يوصل لكم اشعار بالوصفات الجديدة. يلا بينا نتعرف على مكونات أوزي الشام. عندي هنا كيلو من اللحمة، أي قطعية لحمة متوفرة عندك تنفع. ممكن من السمانة، من الفخدة. أنا اخترت النهاردة اللحمة بتاعتي من السمانة لأنها لحمتها ناعمة جدا، مش بتاخد وقت كتير في التسوية. مقطعاها مكعبات صغيرة زي ما قدام حضراتكم كده، علشان واحنا بناكل في كل معلقة كده قطعة لحمة. وممكن تقطعيها أصغر من كده أو أكبر من كده براحتك خالص، هتفرق بس في وقت التسوية. وهنحتاج لأوزي الشام النهاردة رز بسمتي على حسب عدد أفراد أسرتنا. أنا النهاردة عاملة 5 كوبايات مزودة علشان هعمل فرشة من الرز البسمتي تحت أوزي الشام. وبهارات صحيحة زي اللوري وعود من القرفة وحبهان ولومي، واللومي هو الليمون المجفف. وهنحتاج 4 فصوص من الثوم مفرومين وسط، وبصلاية كبيرة متقطعة مكعبات بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. والبهارات هنحتاج لكل كوباية من الرز البسمتي نص معلقة صغيرة من الملح. وهنزود لكيلو اللحمة والخضار اللي هنشوفه بعد شوية معلقة صغيرة مليانة. وهنحتاج معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، ومعلقة صغيرة مليانة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البهارات السبع أو السبع بهارات. والخضار هنحتاج كوباية من البسلة وكوباية من الجزر المتقطع صغير بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. في حلة على النار هنزل بكمية من الزيت، لكل كوباية رز هنحط معلقتين كبار من الزيت. والكيلو اللحمة هنحط معلقتين كبار من الزيت، والخضار معلقة واحدة كبيرة من الزيت. وأول ما الزيت يسخن شوية هنحط المطيبات اللي هي اللوري والعود من القرفة واللومي والحبهان. هنقلبهم كده تقليبة بسيطة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، ويكون الزيت سخن كويس قوي. هنبتدي نضيف اللحمة. لازم الزيت يكون سخن علشان اللحمة تاخد صدمة، ويبتدي السوائل اللي جواها ما تنزلش كلها وتفضل طرية وما تشدش معانا واحنا بناكل. اللي حابب يستبدل الزيت بالسمنة ممكن يحط خليط بين الزيت والسمنة، بس انا بحس ان هي بتظبط اكتر بزيت، ونختار زيت كويس يعني نوعه كويس علشان يخلي لنا الطعم حلو. هنشوح بقى في اللحمة تشويحتين 3 كده، وبعدين ننزل بالبهارات على طول علشان اللحمة كده تاخد من طعم البهارات وتتبل كده. وتشمي بقى الريحة في الوقت ده تحفة، مش قادرة اقول لكم بجد ريحة اللحمة مع البهارات عاملة ازاي. هنبتدي بقى نحمر اللحمة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده لحد ما تاخد لون تحمير بسيط، وبعدين هننزل بالبصلة الكبيرة اللي مقطعينها مكعبات صغيرة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبرده هنقلب البصلة كده معاها لحد ما تاخد لون برضو جميل بالشكل ده. شايفين اللحمة تحميرتها عاملة ازاي والبصلة؟ اول ما تاخد اللون ده هننزل بالاربع فصوص توم المفرومين ونقلبهم تقليبة كده سريعة. وبعدين هنضيف المية، هنضيف مية نغطي بيها اللحمة علشان تستوي اللحمة سوا كامل. اللحمة دي مش بتاخد وقت في التسوية، فيا دوبك بس كده غطيتها بالمية السخنة وهغطي عليها وهسيبها لحد ما تستوي. وفي الوقت اللي اللحمة بتستوي فيه هبتدي اعمل الشعرية. عندي هنا كوباية كبيرة من الشعرية، واربع معالق كبار من الزيت، ونص معلقة صغيرة من الهيل المطحون اللي هو الحبهان، ونص معلقة صغيرة من الملح، وكوباية بنفس معيار الشعرية مية. في طاسة على النار هبتدي انزل بالزيت، وبعدين احط الشعرية احمرها، وايدينا تبقى فيها كده على طول باستمرار نقلب فيها علشان ما تتلسعش مننا. واول ما تاخد اللون الذهبي الغامق اللي قدام حضراتكم ده وتكون كلها لون واحد علشان احنا بنقلب باستمرار، هنضيف كوباية المية اللي هي نفس مقاس كوباية الشعرية. وبعدين هنحط الملح والهيل المطحون ونقلب تقليبة حلوة كده ونغطيها لحد ما تخش في السوا. هنا خلاص دخلت في السوا، يعني قدامها بتاع حوالي 5 دقايق كده وتكون طابت تماما. هنرفعها بقى من على النار، وكده الشعرية بتاعتنا بقت جاهزة. نرجع بقى للحمة بتاعتنا، المية بتاعتها اللحمة خلاص استوت فيها وبقت دايبة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده.
هي كانت سخنة بس ما كنتش عارفة امسكها. وهبتدي بقى في الوقت ده اضيف الجزر والبسلة بتاعتنا وحمرهم برضو تحميرة كده بسيطة مع اللحمة. والخطوة دي يا جماعة بتخلي طعم الخضار في منتهى الجمال، لانه بيتحمر كده بياخد تحميرة بسيطة كده وبياخد من طعم اللحمة، بيبقى روعة. وبعدين على طول هنبتدي نضيف المية بتاعتنا. المية هنا هتبقى مقدار المعيار بتاع الرز. الرز البسمتي النوع اللي انا بستخدمه بياخد لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص من المية، او على حسب العبوة اللي مكتوبة عندك. هقلب بقى كل الجمال ده تقليبة حلوة كده، واول ما المية تغلي هبتدي اضيف 5 كوبايات من الرز، او الرز زي ما قلنا على حسب افراد اسرتك. وهقلب الرز مع المية واللحمة والخضار تقليبة بسيطة علشان ما يتكسرش، واستناه اول ما يغلي كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هضيف نص كوباية من الزبيب، انا بضيفه على الوش كده علشان ينزل طعمه على الرز واللحمة، وفي نفس الوقت تفضل الواحدة محافظة على قوامها ما تتبهدلش بين الرز واللحمة. واول ما المية تغلي هغطي الحلة وهدي النار خالص واسيب الرز يستوي سوى الرز العادي. وفي الوقت ده بقى هبتدي احضر العجينة اللي هو الكفر الخارجي لأوزي الشام. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق بكوبايات المعيارية أو الكوباية العادية اللي بنشرب فيها شاي الصبح. وهنحتاج 4 معالق كبار ونص من الزيت، ومعلقة إلا ربع صغيرة من الملح، ومعلقة إلا ربع صغيرة من البيكنج باودر. وعندي هنا كوباية من المية، أنا الدقيق بتاعي استخدمت فيه كوباية إلا ربع من المية. انتي ممكن تكملي كوباية، ممكن تكملي كوباية إلا معلقتين على حسب نوع الدقيق عندك، لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. في بولة العجن بقى هنزل بالدقيق والملح والبيكنج باودر والزيت، وهحط المية بالتدريج زي ما اتفقنا، وهبتدي أعجن بسيط كده واشوف محتاجة مية تاني ولا لأ. أنا زي ما قلتلكوا ال3 كوبايات بتوع الدقيق بتوعي أخدوا كوباية إلا ربع من المية. هبتدي بقى أكمل عجن كده بعد ما حطيت كوباية إلا ربع من المية لحد ما وصل معايا قوام العجينة بالشكل ده. يعني انتي اول ما يوصل معاكي القوام بالشكل ده يبقى تمام قوي. لازم تكون ناعمة كده وحلوة، وهي مش بتاخد وقت في العجن لان هي كمية صغيرة. ممكن في الوقت ده نحط مسحة زيت بسيطة كده علشان نقدر نلمها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هغطيها وهسيبها ترتاح لمدة نص ساعة عبال ما اجهز بقية الحاجات التانية بتاعت مكونات اوزي الشام. عندي هنا حلة او الصينية اللي هستخدمها في الخبيز. انا استخدمت البايركس علشان انتوا تشوفوه، لكن اي حلة او اي صينية عندك متوفرة تقدري تستخدميها عادي جدا. عندي هنا معلقة من السمنة هبتدي اغلف بيها الصينية بتاعتي، وابطنها كده تبطينة حلوة بالسمنة علشان تدينا اللون الذهبي اللي شفتوه للكفر الخارجي بتاع اوزي الشام. وهبتدي ارص في قاعدة الصينية اللوز المقشر بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. انتوا عايزين تحطوا لوز مفيش مشكلة، مش عايزين مش متوفر برضو مفيش مشكلة، بس اللوز طبعا بيدي طعم وشكل حلو جدا. هبتدي بقى دلوقتي اشيل الفوطة من على العجينة لان هي ارتاحت نص ساعة وبقت طرية وناعمة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبما انها عجينة سلسة جدا ممكن تفرديها بايدك او بالمردنة او بالنشابة، شوفوا انتوا بتسموها ايه. المهم ان هي تتفرد بسمك ما يخليهاش تتقطع واحنا بننقلها نحطها في الحلة، يعني مثلا يكون سمكها زي العيش العربي كده قبل الخبيز، اللي هو ولا رفيع قوي ولا تخين قوي. هبتدي بقى اشيلها من على المفرش السيليكون وابتدي افردها في الصينية بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وابتدي اسكنها كويس كده في الصينية بالشكل ده. وبكده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة. نروح نشوف الرز بتاعنا بعد ما دخل خلاص على استوى. الرز دلوقتي قدامه بتاع حوالي 10 دقايق ويطيب تماما. هطفي عليه وهبتدي استناه لما يهدى خالص او يهدى شوية يعني كده علشان اقدر احطه في العجين. بس انا طبعا علشان التصوير وما كانش فيه وقت حطيته وهو سخن. هبتدي كده اخد اول معلقة من الرز، يعني احاول كده بايدي كده ان انا اشيل اللحمة على جنب والخضار، واحط اول طبقة كده بسيطة من الرز والشعرية بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين اكمل بقى ايه عادي جدا، احط اللحمة واحط الخضار لحد ما اكمل الصينية واسوي سطح الصينية بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين اقفل على الصينية بباقي العجين اللي انا سايباه بره السور بتاع الصينية بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. الموضوع سهل جدا مفهوش اي حاجة. هقفل بقى العجين كويس قوي كده واضغطه كده كويس، وبعدين احط على وشه حتة سمنة، ودي اختياري، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها مفيش اي مشكلة. وهدخلها بقى على فرن حامي على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، وهشغل الفرن من تحت ومن فوق. انا قعدت معايا نص ساعة و5 دقايق، انتي ممكن تقعد معاكي يعني نص ساعة و10 دقايق، ساعة الا ربع. المهم ان انتي هتتابعيها وهي في الفرن، اول ما تاخد اللون الذهبي ده من كل الاتجاهات يبقى هي كده تمام قوي استوت. هتخرجيها من الفرن وتستنيها لما تهدى شوية،
وبعدين تبتدي بقى تقلبيها في طبق التقديم أو في صينية لو انتي هتحطي فرشة رز كده تحتيها، يعني اللي يريحك. لو عايزة تزودي رز وتحطي فرشة رز بسمتي كده تحتيها اوكي، عايزة تسيبيها بالشكل اللي هتشوفيه دوت من غير رز كده وتقطعيها برضو، بيبقى شكلها تحفة برضو زي ما قدام حضراتكم ده. شايفين الجمال؟ تحفة بجد. أكلة جديدة كده غير اللي متعودين عليها، وطعمها وشكلها بجد يشرف. هابتدي بقى افرش فرشة الرز البسمتي اللي قلتلكوا عليها دي، وابتدي ارص الزبيب طبعا نقطه كده من الحلة، وبقية الشعرية اللي كانت فاضلة حطيتها كده في الحروف. طبعا الرصة والشكل ده بتاعك انتي بقى ابدعي زي ما انتي عايزة. ورصيت برضو لحمة كده على الجناب بتاعة الصينية، واللوز، يعني كل حاجة بقى هترصيها بالشكل اللي انتي عايزاه. وكده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة. تبتدي بقى تقطعيها وتشوفي المنظر الروعة اللي قدامك ده. تحفة بجد يا جماعة. تقدميها بقى كده قدام ضيوفك وتفتحيها على السفرة بالسكينة، بجد شكلها في منتهى الجمال، وريحتها بقى يروحي عليها. حاجة كده في منتهى الجمال، تجوعك كده وانتي لسه، يعني انا كده وانا بصور ريحتها وشكلها مش قادرة اقول لكم، يعني كنا بنخطف من بعض. ان شاء الله تجربيها وتنال اعجابك. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ دايبة كده دوب، ومستوية سواها جميل، وريحتها جميلة، وكله كده متطعم بطعم بعضه. حاجة كده إبداع بجد. الأكلة دي روعة، هتشرفك لو عندك ضيوف، لو عايزة تجددي في الوصفات بتاعت بيتك. وطبعا بما اننا في عيد الاضحى ممكن تعمليها وتغيري كده بعد الفتة والرقاق باللحمة، تعملي الوصفة الجميلة دي. ان شاء الله كل اهل البيت بتوعك هيشكروكي عليها. ان شاء الله تجربي الوصفة وتنال اعجابك وتقولي لي رأيك في الكومنتات. من فضلكم لو عجبكم الفيديو شيروه لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع الف سلامة.